ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالي كتير ما صورتش فيديوهات طويله علشان صراحه مش عارف ليه، بس ده تقصير مني، ده تقصير مني. بس انا راجع لكم بفيديو كان فيه بيف بيني وبين واحد ما اعرفش اسمه، ما اعرفش شكله، ما اعرفش اي حاجه عنه، اللي هو كوتو موتو ده. كان في بيف بيني وبينه، كنت انا عايزه ينشف شويه، فاهم؟ ينشف شويه. خد الموضوع مني بطريقه مختلفه تماما وقال لك بس انت عايزني انشف، انا هسافر دوله بره وابقى اكتر. فالنهارده هنتكلم عن الليسي والتطور اللي حصل له بعد ما انا بطلت كلام عنه. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتنزل تعمل لايك وتعمل اشتراك حالا وتفعل زر التنبيهات علشان اول ما انزل فيديو طويل يوصلك على طول، عشان انا هبدا انزل فيديوهات طويله. فعشان تستمتع بقى وتاكل كده وانت بتتفرج عليا كده يا ولا بحبك في الله حتماته. صلي على النبي. ليتس جو. اولا بعد ما الليسي طبعا خرج بره الدوله الحبيبه مصر، بدا يروح فين ملناش دعوه هو راح فين، بس بدا يعمل ايه. فتعال نشوف هو عمل ايه كده. بص الليسي اول ما مشي عمل ايه. ألف ب ت اي بعلمكم بابا جه بابا ايه مع الشرش وما بثقش ومع الخاين ما بثقش. زي ما انت شايف نيو ترند. بتعمل ايه يا حتماته؟ نفسي نشجعك، انا نفسي ادعمك. ماشي، احنا لسه في البدايه. ده انا هوريك الاوحش، يعني انا هوريك حاجه بجد. شفت انت الصابنيل اللي انت شفته ده؟ انت هتشوفه بقى هنا. مش فاهم ازاي قدر يعمل كده، فتعال نشوف. ده فيديو من ضمن فيديوهاتي. مش بطال. ماشي، في فيديوهات تانية ظاهر فيها بنات بس خالعين قوي، خالعين قوي يعني، فاهم؟ مش لابسين اصلا. فهحاول اجيب اللي مش خالعين، فاهم يعني؟ اجيب اقل حاجه، اقل حاجه مش خالعه، رغم ان مفيش، بس هشوف. ده فيديو بقى كان ايه، كان الابجريد بتاعه بقى يا فاهم انت، اللي هو انا هغير من نفسي، انا هغير من، انا هفجر، هعمل ايه؟ هعمل راستا. تعال نشوف. ايه ده؟ ايه القرف اللي انت عامله في دماغك ده؟ ايه القرف اللي انت عامله في دماغك ده يا ولد يا حتماته؟ ليه عامل كده؟ ليه؟ الفكره ان في ناس كاتباله بيجنن، والله بيتجنن. احس ان الناس دي هو بيدفع لها فلوس، او الناس دي فيها في موضوع مش كويس، مش كويس بينهم. ما انا انا مش هتكلم. انت كمل واتفرج وانت ساكت بقى. اتفرج وانت ساكت بقى يا عم بقى. كلام يحترم، كلام يحترم جدا. عامة تعال نشوف اخر فيديو هو نزله. طيب وايه ده؟ نفسي اوريكم الفيديوهات، انا نفسي اوريكم الفيديوهات التانية، يا بجد نفسي اوريها لكم. بيدخلوا انتوا بقى شوفوها بقى، ملناش دعوة. تعمل كده ليه يا ابني؟ انت بتعمل كده ليه؟ ايه الحركات دي؟ ما تعملش كده. هو ده اللي خلاهم يطمعوا فيك، انت طمعتهم فيك. وكمان شويه هتيجي تقول لنا ده مرض، ده مرض، ده مرض. يا حتمات. الفكره ان هو رايح بجد. المفروض ان هو بيقولوا سنه كبير، وهو قال لي ان هو سنه كبير، بس انا مش مقتنع بحاجه زي كده. وبيقول ان هو خلص جيش. انت ازاي خلصت جيش؟ ازاي عديت على الجيش؟ ده مش شكل واحد عدى على الجيش. ده ما عداش من قدام بوابه الجيش اصلا. يعني ده ما شافش جندي مجند في الجيش. ده ما شافش اي حاجه خالص خالص. ده ما راحش عسكريه في الجامعه في المدرسه، ما عملش اي حاجه. ففكره ان انت ما تبقاش ايه، انت بتعمل ليه كده؟ ايه الرقص ده؟
بس بقى، بس بقى بس بقى يا جدع بقى. تعالَ بقى أورّيك إيه، المعلم بعد ما راح سافر بقى الدولة الحبيبة agency خدته وقالت له إحنا هنشغّلك، إحنا هنتاجر بيك. إزاي بقى؟ تعال نشوف. وأنا عرفت الحوار ده منين؟ والله الناس دخلت بعتت لي هاورّيك الناس والشاتات بيني وبينهم، أو مش عايز أورّيك عشان ما قُلتلهمش بصراحة إن أنا هاورّي لهم ده في الفيديو، بس تعال أورّيك الناس باعتة لي إيه. بنت بدون ذكر اسمها: السلام عليكم، أنا عمري في حياتي ما بعتّ لحد زي كده، بس فعلًا مقهورة بجد على اللي بيعمله، بجد ضيّع نَفْسه شايف بيعمل إيه عشان الفلوس، ال ال مش عارف إيه، مش مهم يعني، الدول اللي برّه مبهدلينه إزاي، كل ده عشان الفلوس، تولع الفلوس، بجد مقهورة وعمّال يقول أنا مصري، أنا مصري. هو مش مصري، هو مش مصري، هو قال أصلًا في الأول أنا مولود في دولة تانية، هو قال ما لناش دعوة. المهم تعالوا أورّيكم، ده live من غير صوت، كل اللي أنت شايفه في اللايف دلوقتي شخص قاعد على كرسي ماسك مايك، وفي كائن بيزحف مربوط من رجليه تحت رجل اللي لابس جلابيه. يعني ده ما هو إلا يعني بجد موضوع غريب، موضوع غريب أوي، ومين ممكن يدعم عشان ده يزحف كده؟ أنت فاهم؟ هو الفيديو من غير صوت عامةً، مبعوت من غير صوت، بس أنا ما كنتش متخيل لمّا اتبعت لي الفيديو، أنا باقول مين ده؟ هو مين ده يعني؟ إيه الفيديو ده؟ فلمّا ركزت لقيت هو نفس الراستا والنضارة ومش عارف إيه، فقُلت إيه يا عم لأ، ما تسيئش الظن يا حتماتة، ما تسيئش الظن يا سنوبي، حتماتة ده أكيد مش هو حتماتة، شوف فيديو تاني، شوف حاجة تانية. أروح أبُص ألاقي المعلم واقف وراهم في اللايف، مش فاهم هو إيه ده؟ حرفيًا أنا بجد مصدوم لحد الآن، يعني أنا شُفت الفيديوهات وعشان كده قررت أعمل فيديو، أنا لحد الآن مصدوم، أنا مش فاهم في إيه، والله مش فاهم، يعني يا ابني أنت إيه اللي وصّلك لهنا؟ إيه اللي وصّلك للنقطة الغريبة أوي دي؟ الفكرة إن الرقص بتاعهم مش الرقص اللي هو العادي، اللي هو بتاع الحركات ومش عارف إيه، لأ، هو رقص عارف أنت اللي هو الرقص اللي فيه إغراء، الرقص اللي فيه حتّة كده جيم، نون، سين، ي، فاهم؟ كده عارف أنت الحتّة دي اللي هو مش كويس. زي ما أنت شايف، أهو زي ما أنت شايف كده، هي دي اللايفات، اللايف متصور من غير صوت، ما أعرفش عشان اللي بيسجل ما صوروه من غير صوت. بس بجد أنت لو ركزت في الكومنتات، أو لو دخلت على اللايف ده بعدين أو قابلك أو صادفك، هتلاقي كومنتات وحشة أوي وحاجات وحشة أوي، ويعني بجد خلاصة الفيديو ده اوعى بجد تعمل أي حاجة زي كده عشان الفلوس، اوعى تعمل أي حاجة تهز شخصيتك، تهز دينك، تهز أخلاقك لأجل الفلوس، والله هتخسر، هتحس إن أنت نكرة. يا أخي تخيل راكب عربية ومعاه فيلا ومش عارف إيه، بس من قرف ده، فاهم؟ فمش حابب بصراحة أدخل في الموضوع أكتر من كده، حاسس إن هو كده يعني تمام أوي. لو عجبكم الفيديو أتمنى تعملوا لايك، تعملوا اشتراك، تفعلوا زر التنبيهات، ولو حابين نكمل في فيديوهات طويلة أتمنى تعرفوني في كومنتات، وإن شاء الله يعني هاكمل في فيديوهات طويلة. امال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. وقولوا لي لو اتفرجتوا على الفيديو ده وأنتم بتاكلوا وأنتم بتشربوا، قولوا لي اتفرجتوا على الفيديو ده فين وإمتى، ولو هاكون مبسوط جدًا لو صورت لي وأنت بتتفرج على الفيديو وعملت لي mention أو بعته لي في الخاص، هانزلها ستوري عندي. أنا مبسوط جدًا إن أنا عملت فيديو طويل وباحبكم أوي، وربنا يا رب يعني ربنا يحبب فيك خلقه يا حتماتة، ويحبب فينا خلقه، وصلي على النبي، باحبك في الله، باحب من يحبك. كان معاك أحمد أو سنوبي، أشوفك الفيديو الجاي اللي هو قريبًا جدًا. سلام يا حتماتة، سلام. الفيديوهات بالعرض حلوة برضه، الفيديوهات بالعرض جميلة، فاهم أنت إزاي؟ تحس إن الموضوع كده جامد.